لاعب الزمالك بيعلن العصيان بطريقته الخاصة. محمد صلاح بيكتب التاريخ في الكرة الإنجليزية. إبراهيم سعيد بيسخر بقوة من مدرب الزمالك. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كلام في الكورة. النهاردة معانا مواضيع كتير مهمة جدا، علشان كده لازم تتابعونا لآخر الحلقة. اتلعب 7 ماتشات في الأسبوع الثالث من الدوري العام المصري، وتأجل ماتشين هما ماتش بيراميدز والزمالك وفيوتشر والإسماعيلي، وده بسبب مشاركة بيراميدز وفريق فيوتشر في البطولة الكونفدرالية. واتلعب مباراة واحدة في الأسبوع الرابع من الدوري المصري، وهي كانت مباراة الزمالك وإنبي. خلونا نستعرض مع بعض نتائج الماتشات اللي اتلعبت. أول ماتشات اللي اتلعبت كان أسوان وغزل المحلة، وخلص لصالح غزل المحلة 1-0. تاني مباراة كانت المصري وإنبي، وخلصت 2-0 لصالح فريق المصري. الماتش الثالث كان الاتحاد وطلائع الجيش، وخلص 3-1 لصالح الاتحاد السكندري المتألق، واللي لحد دلوقتي ماشي في خطى ثابتة وهي الفوز. الماتش اللي جه بعد كده ماتش المقاولين وفاركو، وخلص بالتعادل 0-0. واتلعب بعد كده حرس الحدود وسموحة، وخلص 0-0. جينا بعد كده لمفاجأة، وهي مباراة البنك الأهلي وسيراميكا، فرقتين كبار جدا، وخلص الماتش بفوز البنك الأهلي 3-1. جه بعد كده ماتش كان ماراثون ما بين الأهلي والداخلية، وقدر الأهلي يكسب فيه 4-1. الماتش اللي جه بعد كده هو ماتش إنبي والزمالك، وده كان مفاجأة لأن الماتش خلص بالتعادل 1-1، وبيخسر نادي الزمالك أول نقطتين في مشوار الدوري العام. أسبوع كان مليان بالمفاجآت، ولكن خلينا نتكلم عن أداء الأهلي والزمالك علشان هو القاعدة الجماهيرية الأكبر. أداء الأهلي كان مغاير، وبالأخص من بعد بطولة السوبر بقى فيه روح مختلفة جدا مع كولر، اللي قدر يزرع بين اللعيبة روح جديدة وإحساس إنك لازم تكسب كل مباراة. الإحساس اللي كان الأهلاوية أو الجماهير الأهلاوية عموما كانت فقداه في السنتين اللي فاتوا. ابتدوا يحسوا إن الروح دي بترجع تاني، وإن ممكن يحصل مفاجآت وترجع البطولات تاني للقلعة الحمراء. على الجانب الآخر فريق الزمالك مع فيريرا البروفيسور طبعا، ابتدت الناس تحس بقلق شوية، لأن مش ده الأداء اللي واخدين عليه فريق الزمالك في الموسم اللي فات وفي الموسم اللي قبله. ابتدى من أول الموسم يحصل فيه دروب كده، طريقة جديدة بتتلعب، لعيبة جديدة طبعا جت في السكواد بتاع الزمالك، فابتدى يحصل قلق مع التدعيمات الجديدة، ومش دي النتائج اللي كانت متوقعة من جماهير الزمالك لفرقة الزمالك. فعموما الماتشات اللي جايه هتبين مين اللي نفسه طويل ويقدر يحسم البطولة، بالاخص ان في فترة شهر بتاعة المنتخب ايقاف، فتقدر كل ادارة او فنية للفريق بتاعها انها تعد العدة من اول وجديد. في خلال الماتشات دي حصل برضو قرارات تحكيمية جدلية، بس هما ما كانوش كتير، كانوا بالظبط قرارين. القرار الاول كان في مباراة البنك الاهلي وسيراميكا، وده كان بسبب احتكاك محمد ابو جبل في كورة عالية ما بين المدافع ومهاجم فريق سيراميكا. اتحسب ضربة جزاء في الاول، ولكن الفار رجع لحكم الساحة وقدر يخليه يعدل عن قراره ويحكم بإلغاء ضربة الجزاء. القرار الثاني كان في مباراة الاهلي والداخلية، وهو إلغاء جول كريم فؤاد، وده كان بسبب التسلل. الحكم في الأول حكم إنه هدف صحيح، ولكن الفار راجعه تاني مع تقنية الفار وقدر يحسب إنها كانت تسلل. فخبر ترند النهاردة معانا أكتر من خبر، أولها قصة شعر إمام عاشور. خبر ملا المواقع السوشيال ميديا، وكان خبر ترند. ليه؟ لأن إمام عاشور غير لون شعره وعمل قصة جديدة. الفكرة مش في كده، الفكرة في إن الموضوع ده اتعمل بعد خسارة السوبر، فده استفز الجماهير جدا،
واستفز زمايله وبالاخص كابتن الفريق شيكابالا، وعلقوا على الكلام ده بان الموضوع يعتبر بمثابة استفزاز للجماهير. ده الى جانب طبعا غضب فريرا من الاسلوب اللي عمله ده، وده خلى الادارة تشجبه وخلى الادارة تتعنت معاه باكتر من طريقة. لما تدور ورا الموضوع تلاقي ان الفكرة مش فكرة ان هو بيعمل قصة جديدة او كده، طلع الموضوع انه طريقة اعتراض جديدة من اللاعب على العقد المبرم مع الزمالك، وانه عايز يعلي اجره. خبر تاني مهم جدا في خبر ترند، وهو الاداء المبهر لابن مصر محمد صلاح. محمد صلاح بيكتب تاريخ ليه ولينا كعرب وهو ماشي، وهو بيمسي علينا. محمد صلاح وصل ل 126 هدف في الدوري الانجليزي عشان يحتل المركز ال17 على مستوى هدافين الدوري الانجليزي في كل نسخه، ويتساوى مع روبي كين اللاعب الايرلندي، ويعدي اللاعب الفرنسي انيليكا. محمد صلاح رايح في حتة تانية، ده الى جانب انه خد المركز ال7 على مستوى هدافين ليفربول. محمد صلاح ومستمر، محمد صلاح بيكتب التاريخ. ربنا يكرمك وتشرفنا وتشرف الكورة العربية عموما. خبر تاني مهم لكل عشاق الكورة، وهو قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. الماتشات اللي فيها المتعة، الماتشات اللي فيها كورة تخليك تعشق الكورة بمعنى أصح. خلونا نستعرض مع بعض القرعة عملت إيه وجابت مين مع مين، لأن كلها مفاجآت. نتيجة قرعة الدور ال16 كانت ليفربول هيلاعب ريال مدريد، وباريس سان جيرمان هيلاعب باير ميونخ، ليبزيج هيلاعب مانشستر سيتي، انتر هيلاعب بورتو، دورتموند هيلاعب تشيلسي، فرانكفورت هيلاعب نابولي، ميلان هيلاعب توتنهام، وكلوب بروج هيلاعب بنفيكا. كل مباراة أقوى من اللي قبلها، ففيها متعة حقيقية. طيب هو الموضوع ما خلصش على كده، ده في كمان عندك الدوري الأوروبي مليان مباريات مولعة، في برشلونة وفي مانشستر يونايتد. فخلينا نشوف برضو القرعة بتاعتها كانت عاملة ازاي. القرعة جت قرعة الدور ال16، برشلونة هيلاعب مانشستر يونايتد، سلزبورج هيلاعب روما، اشبيلية هيلاعب ايندهوفن، باير ليفركوزن هيلاعب موناكو، شختار هيلاعب رين، لشبون هيلاعب ميتدلاند، ويوفنتوس هيلاعب نانت. وطبعا اللي بيلعب فيه نجمنا مصطفى محمد. خبر اخير في خبر ترند، وهو اعتزال لاعب برشلونة بيكي. هو لاعب من احد اساطير فريق برشلونة. اللاعب عمره 35 سنة، ولعب حوالي 15 سنة في نادي برشلونة. قدر يحصل معاهم على 30 لقب، علشان كده هو من اساطير الفريق. بدأ معاهم من الناشئين، وبعدين فضل يتدرج ويتصعد لحد فريق 19 سنة، وطلع اعارة لمانشستر يونايتد علشان يرجع بعد كده ويفضل مع فريق برشلونة لحد اعتزاله. لاعب كبير وينضم الى احد اساطير الفريق العظيم. في فقرة كلام سوشيال هنعرض فيها اراء بعض نجوم الكورة عن بعض الاحداث اللي بتطلع. فخلينا ناخد اول بوست نزله ميدو بعد تعادل نادي الزمالك قصاد انبي. ميدو قال: نتيجة امبارح مش قلقاني على الزمالك، اللي قلقني فعلا ان فيريرا بيعمل حاجات في الكورة من اول الموسم غريبة جدا، اول مرة اشوفها او اسمع عنها في الكورة. بصراحة ده اللي قلقني، التغييرات اللي عملها امبارح وتغيير مراكز اللاعبين اثناء المباراة وكأنه ما كانش عايز يكسب. بوست تاني نزل من الناقد والمحلل الرياضي كابتن خالد بيومي بخصوص استبعاد كريم فؤاد من المنتخب. كابتن خالد قال: كنت اتمنى استدعاء كريم فؤاد في قائمة المنتخب المصري، وخاصة انه واحد من افضل اللاعبين في الفترة الاخيرة. الدوري والمباريات تقام لتواجد الافضل مع المنتخب. اخيرا ابراهيم سعيد بيعلق على الاكاونت بتاعه، بس مش بالكلام، بصورة بيسخر بيها من فريرا لتشابه الصورة مع ممثل في فيلم البيضة والحجر مع المدير الفني لنادي الزمالك، وكتب عليها:
لا لرحيل عم سباغ. دي كانت بعض آراء نجوم الكورة اللي علقوا بيها على حساباتهم الشخصية على مواقع السوشيال ميديا. موضوع للنقاش هنتكلم فيه عن موضوع يهم الكورة وهيساعد على تطوير الكورة. وأول موضوع معانا النهاردة هو موضوع الكشافين. الكشافين زمان كانوا هم الأداة الوحيدة للأندية اللي بتقدر تدور لهم في أي مكان على الموهبة الحقيقية، لأن أنت كنت بتشوفها على طبيعتها، موهبة بتلعب في ساحة، بتلعب في الشارع، بتلعب في مركز شباب، فهو بيلعب براحته. كانت العين المميزة اللي كان الكشاف ده أصلا هو ميزته أو مهارته في عينه، إنه يقدر يميز إذا كان ده لعيب ولا مش لعيب. تقدر تاخد الموهبة دي وتوديها للأندية، وطبعا يتم الاهتمام بيها وتنميتها ونتفرج على نجوم بعد كده. الكشافين دول اختفوا وما بقاش ليهم دور حاليا. لو جيت بصيت على الأندية في أوروبا أو في الدول اللي فيها كورة، الوظيفة دي موجودة، السكاوتنج، الوظيفة دي موجودة في كل نادي، لأن دور الكشاف ده مهم جدا لكل الأندية. في مصر الموضوع اختلف، مع ان الكشاف كان ليه دور كبير جدا في تنمية وتطوير الناشئين وقطاعات الناشئين، هو اللي بيمدك بالمواهب اللي بتشتغل عليها بعد كده وتطورها وتنميها. طيب الكشافين دول راحوا فين؟ اختفوا ليه؟ الكشافين دول اختفوا بسبب الظواهر اللي طلعت بعد كده، او مش هنقول ظواهر، هنقول تطور اللي حصل في الكورة في مصر. وجود اكاديميات بكثرة كبيرة جدا، فبقت الأندية بتعتمد على وجهات نظر الأكاديميات دي. وطبعا احنا فاهمين ان مش عايز اقول ان الموضوع بقى فيه بيزنس اكتر من ان هو قريب من الكورة، ولكن هو الواقع ان في مصالح كتير بتحصل بسبب موضوع انتقال اللاعبين ده. وده بيظهر في تواجد وكلاء اللاعبين اللي بكثرة في مصر، واي حد دلوقتي بقى وكيل لاعبين، واي حد دلوقتي بيعمل بيزنس هنا وهنا وهنا وهنا، في سبيل ان ممكن ما يبقاش موهبة تستحق وموهبة تانية تتظلم بسبب البيزنس والمصلحة. صدقوني دور الكشافين مهم جدا، مع وجود يا سيدي كل اللي موجود من اكاديميات ومن وكلاء. وظيفة كشافين اللاعبين جوه الأندية هي وظيفة مهمة زي المدرب وزي الراجل الإداري وزي حاجات كتيرة جدا. ده الراجل اللي بيدور لك على الذهب في المناجم. أرجو من إدارات الأندية ترجع تاني وظيفة الكشافين، ترجع لشغلها تاني. أشكركم على المتابعة ومستني تعليقاتكم وآرائكم على الحلقة. ولو عايزين توصل لكم الحلقات الجديدة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير. سلام.